هاي. ايه ده؟ انت شبهي قوي. ايوه طبيعي ابقى شبهك، انت ما تعرفنيش. لا هو انا اول مره اشوفك. صح، انت اول مره تشوفيني. تخيلي انا مين وجايالك هنا في الظروف دي بالذات، يعني في الوقت ده ليه؟ ليه؟ هو ايه اللي هالي؟ انت ما تعرفيش بجد؟ لا والله ما اعرفش. انا ضميرك الدراسي. احلفي. انا عندي ضمير دراسي؟ انت عندك ضمير اصلا؟ انت بتتريقي عليا؟ لا انا مش بتريق، انت فعلا ما عندكيش ضمير. يعني انا جاي لك صدفه بصراحه، انا جيت لك كده اللي هو ايه، ضميري وجعني. انا كضمير دراسي عندي ضمير، انت بقى عندك ايه؟ يعني انت لا ضمير ولا فلوس ولا شغف ولا مال ولا اي حاجه. يعني انت ايه اللي فالحه فيه مثلا؟ يعني المفروض انا اجيلك افوقك ومش عارفه افوقك، انت بالحال ده انا مش عارفه افوقك حضرتك. انا عشان اجيلك وجيتلك متاخر كمان، انا قعدت اخد تصريحات من توكيل الضمائر علشان اجيلك، وهم قالوا لي انت مش هتعرفي تصدي عليها، وانا حاسه ان انا مش عارفه اصد عليكي ومش هتذاكري. انا ما اعرفش الكلام ده كله، بس انا عايزه اقولك ان انا مش هذاكر. طب وانا عايزه اعرف المانع، يعني انا نفسي اعرف المانع. انت ايه اللي مقعدك مثلا؟ يعني مستنيه ايه؟ يعني انت اكل واكلتي ورجعتي من الدرس ودخلتي استحميتي، ده صدفه. مسلسلاتك وخلصتيها، عايزه تعملي ايه تاني؟ هتقومي تاكلي تالت؟ ما كفكيش اكل؟ يعني مش هنقوم نذاكر؟ ثواني بس، انت بتعاتبيني وانت دورك ان انت تقوميني اذاكر، فانت بقى قوميني اذاكر. شوفي هتقوميني ازاي. طب وانا اقومك ازاي بقى؟ اه صح، اسالك انت ازاي. طيب فاكره السنه اللي فاتت لما انت كنتي هتشيلي مادتين والحمد لله بدعاء الوالدين عديتيهم؟ اه، دعاء الوالدين، يعني انا عايشه بدعاء الوالدين مش محتاجاكي. طب والترم ده لو ربنا ما وفقكيش بدعاء الوالدين، انت هتعملي ايه بقى في الكيمياء والفيزياء؟ هتشيليهم صح؟ يعني العيد الكبير معروف ان احنا بناكل فيه لحمه، احنا هناكل فيه كحك ليه مثلا؟ يعني انت هتجيبي لنا كحك ليه؟ ايه المبرر؟ اصل عيد صغير وخلص، في عيد وسطاني مثلا؟ ما هو انت لو مش هتقومي تذاكري، انا وظيفتي ان انا اانب ضميرك، ده لو انت عندك ضمير. انا جوعت على فكره من كتر الكلام، ممكن تسكتي؟ لا مش هسكت، انت كده هتسقطي. ممكن مالكيش دعوه. ماليش دعوه. تمام. طب احب افكرك ال 200 جنيه اللي مامتك وعدتك بيهم، انت مش هتاخديهم لو سقطتي؟ ساحل ومش هتروحي؟ كلهم هيروحوا الا انت. العيد الكبير هيبقى عيد اسود عليكي، ده غير مفيش خروج مع اصحابك. ده حتى ال 200 جنيه لو خدتيهم كرأفة هتدفعيهم في السمر كورس، هتشوفي مستقبل بيولع قدامك. مش حاسه؟ صح. كملي اكل، كملي. طب هاتي معلقه. طيب بما انك ما ادتنيش حته وانك مش هتفلحي في العالم، ابوكي مقرر ان هو هيجوزك لابن خالتك وفاء. ومش بس كده، شقه فوق السطح تحفه شرح وبراح. كل يوم هتاكلي بط وحمام اللي انت ما بتحبهمش، في شم النسيم اجباري تاكلي فسيخ ورنجه، ده غير العادات والتقاليد اللي انت هتعيشي فيها في بيت اهله. اسيبك انا بقى، انا طفحتك كتير.